أشكر أستاذي وزميلي دكتور عبد النور الذي أتاح لي هذه الفرصة لأعلن كل خطاياي أمامكم وعلى الملأ لعلي أتطهر منها. نعم، أنا مثال للمحامي الفاسد الأكثر فسادا مما يتصوره أستاذي. أبدو لهذه المرحلة والمراحل التي سبقتها تفتح وعي مع التجربة الناصرية، أمنت بها ودافعت عنها، فرحت بانتصاراتها وتبرعت مرارة هزائمها وانتصاراتها. هنت عندما هان كل شيء وسقطت كما سقط الجميع في بئر صحيح من اللامبالاة والإحساس بالعجز وقلة الحيل. أدركته من السبعينات ولعبت عليه وتفوقت، تأجرت في كل شيء، في القانون والأخلاق والشرف. أنا لا أنكر شيئا، مستعد للحساب وتحمل المسؤولية. الأكثر من ذلك أعترف أمامكم أنني دخلت هذه القضية طامعا في مبلغ تعويض ضخم، لكن اصطدمت بحالة خاصة شديدة الخصوصية جعلتني أراجع نفسي، أراجع موقفي كله، أراجع حياتي وحياتنا. اصطدمت بالمستقبل. نعم، صدمة من الذين حكم عليهم أن يكونوا ضمن ركاب أتوبيس الموت. رأيت به المستقبل الذي يحمل لنا طرق نجاة حقيقية. رأيتنا نصحبه دون أن يهتز لنا جفا، نقتله ونحن متصورون أن هذه هي طبائع الأمور. فكان لابد لي أن أقف وأصمت. إن هذه جريمة كبرى، لابد أن يحاسب من تسبب فيها. أنا لا أطلب سوى محاسبة المسؤولون الحقيقيون عن قتل 20 تلميذا لن يبنوا شيئا سوى أنهم أبناؤنا، أبناء العجز والإهمال والتردد. كلنا فاسدون، لا أستثني أحدا، حتى بالصمت العاجز الموافق قليل الحيلة. سيد الرئيس، كل ما أطالب به أن نصلي جميعا صلاة واحدة لإله واحد، إله العبد الواحد الأحد القهار. لست صاحب مصلحة خاصة، وليس لدي سابق معرفة بشخوص الذين أطلب مساعدتهم، ولكن لدي علاقة ومصلحة في هذا البلد. لدي مستقبل هنا أريد أن أحميها. أنا لا أدين أحد بشكل مسبق، ولكن أطالب المسؤولون الحقيقيون عن هذه الكارثة بالنزول أمام عدالتكم لسؤالهم واستجوابهم. فهل هذا كثير؟ أليسوا بشرا خطائين مثلنا؟ أليسوا قابلين للحساب والعقاب مثل باقي البشر؟ سيد الرئيس، أنا ومع المستقبل نلوذ بكم، نلجأ إليكم، فأغيثونا والله الموفق.